مرحبا بكم في حلقة جديدة من الحلقات ديالنا. حلقة اليوم قصة حقيقية من قلب المافيا الروسية. الاشتراك في القناة ولايك للفيديو ويلا نبداو في القصة ديالنا. بيدرو 35 سنة في موسكو. كيف العادة في القهوة ديال الشراف وشاد الجريدة كنقرا فيها وكنشرب في القهوة ديالي. وفيما بانت لي شي شركة في الجريدة طالبين الموظفين كندور على المعلومات ديالها بالستيلو ومن بعد كنتصل بهم كيقولوا لي سمح لينا ولكن العرض دابا ما بقاش، لقينا الناس اللي باغيين، الا كانت شي حاجة نتصلوا بك. صافي كنولي نضرب على دوك المعلومات وكنولي نعاود نفس الشيء مع باقي الشركات اللي دايرين عروض ديال الخدمة في الجريدة. ملي كنسالي ديك الجريدة كندور عند واحد الشارف سميتو خوان، عنده 70 عام، كيجلس حدايا ديما وكيبقى مصدعني بالهضره على المافيا. كل نهار قصه في شكل حتى كاع الناس ديال القهوه سموه الكذاب، حيت انا كنت صنت ليه كيقرب حدايا وكيبقى يعاود ليا كل نهار موال في شكل. مع قوه القصص اللي كيعاود ما كنبقاش عاقل عليهم، ولكن وحده اللي خلاتني نتاكد باللي الشارف ما كيكذبش. قال لي شوف ولدي، دابا شويه غادي يدخل من الباب ديال القهوه واحد السيد لابس كوستيوم كحل ومونطو كحل وفي يدو باليزه، وغيجلس مع داك السيد اللي مقابل معانا اللي لابس كوستيوم في الكري وشاد الكارو في يدو وفي جنبو باليزه. وملي غادي يوصل غيجلس مع هاد الخونه اللي مقابل معانا 5 ديال الدقائق، وغادي ينوض ويهز الباليزه اللي كانت تما في جنب داك السيد اللي كان تما، وغادي يخرج الاخر بحالو. قلت ليه باش عرفتي غادي يجي دابا وغيوقع هادشي اللي قلتي ليا؟ قال لي اسمع ولدي، الخدمه ديالنا كتبغي بنادم يكون ملتزم في الوقت ديالو، الوقت اهم حاجه في الدومين عندنا. واحد شويه كنشوف الباب تحل، كانت ديك الساعه 9:30 ديال الصباح. دخل داك السيد بنفس المواصفات اللي قال لي الشارف، تما عقلي حبس. مع الدخله شاف في اليمين ديالو فين كنا جالسين انا والشارف. داك السيد غير شاف الشارف عطاه السلام. ديك اللحظه ما بقيت فاهم والو، بقيت غير كنشوف. هو يدور فيا قال لي انت مازال غادي نتشوفوا منا لقدام، وقلبي بدا كيضرب ما بغاش يحبس. من بعد مشى جلس مع خونا اللي كان جالس مقابل معانا وطرا داك الشيء اللي عاود ليا الشارف بالحرف. وملي كان خرج داك السيد اللي جا شاف فيا وقال لي هاك هاد لاكارت فيها النمره ديالي، الا بغيتي تخدم اتصل بيا. ولا عطى السلام للشارف ومشى بحالو. قلت للشارف فين كتعرف هاد السيد؟ قال لي اسمع ولدي، هاد السيد اللي جا راه لا شيء، هذا انا اللي علمته الحرفه. قلت ليش من حرفه؟ قال لي ماشي مهم تعرفش من حرفه، المهم هو تتعلم من الحياه وما ترتكبش الاخطاء، حيت اللي كيخطأ ما كيطولش فيها. المهم ولدي انا غادي نمشي، حييت، القهوه ديالك راه خالصه، الا طرا لك شي مشكل شي نهار مع اي واحد هنا في موسكو ولا روسيا كلها قول ليها انا من طرف خوان تيسكا والنمره ديالي راه عندك. وقيلا قلت ليه لا ما عنديش، شد ستيلو وكتب نمرته في الجريده ديالي ومشى بحالو. انا في ديك اللحظه بقيت غير مصدوم وكنشوف، ما متيقش هادشي اللي وقع. جمعت الجريده ديالي، درت ستيلو في لافيست وخرجت، مشيت نيشان للدار. وانا غادي كل شويه كنشوف مورايا وفي جنابي عندك كيكون شي واحد تابعني. مع قوه الخلعه وصلت للدار دغيا، حيت كاينه في نفس الشارع اللي فيه القهوه اللي كنجلس فيها. غير وصلت سديت الباب بالساروت وعقلي ما بغاش يحبس من التفكير في داكشي اللي طرا معايا. شي ساعه وانا هكاك عاد تهدنت، قلت مع راسي راه عادي هادشي، السيد لاباس عليه غيكون عنده المعارف بزاف، وخونا مول الباليزه غيكون موظف في شي شركه كيوصل السلعه للناس. وصل الليل وجدت العشاء، كليت ونعست حيت خاصني نوض غدا بكري باش نقلب على خدمه، حيت تقلب في الجريده ما بقاش نافع. عمرت التليفون مع 7:30 ديال الصباح باش يفيقني وصافي نعست. صونا التليفون، طفيتو، نط مشيت للدوش، دوشت ووجدت الفطور، فطرت، لبست حوايجي وخرجت، وكانت الشتا خيط من السما والبرد. وبديت كنقلب من شركه لشركه، نهار كامل وانا كنقلب والو ما لقيتش. اللي مشيت عنده كيقول لي الا احتاجينا لك نغوتو لك. وصلت 6 ديال العشيه وعييت بزاف مع قوه الدوران. ديك الساعه مشيت القهوه، جلست دومونديت على القهوه وبقيت كنرتاح وكنحاول ننسى العيا. وبقيت ساهي
ما عقلتش شحال ديال الوقت حتى جا عندي السربي ديال القهوه قال لي بيدرو نوض سير لدارك راه مشى الحال راه غادي نسدو. طليت الساعه لقيت 11 ديال الليل. تصدمت كيف دارت هذا هذا الوقت كامل. صافي درت يدي في الجيب جبت الفلوس نخلص القهوه وهو يقول لي السرباي غير سير قهوتك خالصه. قلت لي شكون خلصها؟ قال لي ماشي مهم تعرف شكون، المهم هو انك ما كتخلصش. مع الخرجه لقيت جوج واقفين قدام القهوه وفي جنبهم مرسيدس جي كلاس. غير شافوني قالوا لي طلع للطوموبيل. قلت لهم علاش غادي نطلع؟ شكون نتوما؟ قال لي واحد فيهم نحنا من طرف خوان طيسكا. يلا طلع للطوموبيل، السيد راه كيتسناك. ديك الوقيته تجمع فيا كلشي، الخلعه تلفت ما عرفت شنو ندير، وانا نتفكر باللي الشارف قال لي الا كان عندك شي مشكل اتصل بيا. ملي تفكرت هادشي عاد قلبي ارتاح وقلت مع راسي اذا السيد ما غاديش يأذيني حيت عطاني الكلمه داك النهار الا كانت شي حاجه غيعاونني. ودوك الجوج شافوني ساهي قالوا لي طلع دغيا للطوموبيل راه تعطلنا. طلعت للطوموبيل ودوك الجوج واحد ركب لقدام هو اللي غادي يسوق والثاني ركب حدايا. غير ركبنا بدا كيخطي لي عينيا. قلت ليه شنو كدير؟ قال لي هذه هي الاوامر اللي تعطاتنا وهذا في البلاصه ملي غادي نمشيو ليها ما كيعرفها حتى شي واحد. صافي غطى لي عينيا وديمار الطوموبيل وزدنا وانا كنقول مع راسي اش هاد المصيبه طحت فيها. وبقينا بالطريق تقريبا شي نص ساعه وحنا غاديين. شويه تا كنحس بلي الطوموبيل حبسات هو يحيد لي داك الشيء على عينيا. ملي نزلت كنلقى راسي قدام فيلا كبيره وسط الغابه غير الشر داير بيها من كل جهه. هو يقول لي يزيد راه السيد كيتسنى فيك لداخل. فتح واحد فيهم الباب ديال الفيلا وقال لي زيد. ملي دخلت بقيت غير مصدوم حيت ما عمري في حياتي شفت بحال ديك الفيلا من الداخل. التصميم ديالها والاثاث ديالها اللي بين فيهم غاليين بزاف. صافي غير دخلت كنلقى واحد جالس على الكرسي في البيرو وداير جهه الشرجم كيبان غير الدخان طالع. واحد في هذوك الجوج اللي جابوني قالوا لي جلس وهما يخرجوا بحالهم. غير خرجوا وهو يدور عندي داك السيد. كنت تفاجئ باللي هو هكذاك خونا اللي جا القهوه داك النهار وعنده بليله. غير دار لعندي وكان شاد في يديه السيجار وقال لي ماشي قلت لك مازال غادي نتلاقاو؟ قلت لي دوك الجوج اللي جابوني قالوا لي غادي يجيبوني عند داك السيد الكبير اللي سميتو خوان. وهو يقول لي بواحد الصوت كيخلع اسمع انت كتبان راجل ذكي وكيفهم دغيا وحنا كيعجبونا الناس بحالك حيت قلال بزاف في الدومين ديالنا. قلت ليه اش من دومين وراه ما جاوبتيني راه دوك الجوج قالوا لي باللي غادي نتلاقى بداك الشارف. وهو يقول لي راه هو اللي عطانا الاوامر باش غوتنا ليك ياك انت ما خدامش وكتقلب على خدمه. قلت ليه قال لي غادي تخدم معنا خدمه سهله وفيها الفلوس بزاف تقدر عام ولا عامين يولي عندك جوج فيلات بحال هادو اللي جالسين فيها. قلت لي شنو هي هاد الخدمه؟ قال لي خدمتك هي غادي تكلف لينا بتواصل السلعه الماليه وتجيب الفلوس. قلت لي شنو هي هاد السلعه؟ قال لي ماشي مهم تعرف شنو هي، المهم هو دير خدمتك في الوقت المحدد وتدي السلعه الماليه وتجيب الفلوس. قلت ليه لا ضروري نعرف شنو غادي نوصل باش نعرف راسي فياش خدام. وهو يقول لي غادي توصل السلاح. قلت لي واش هبلتي؟ واش من نيت كتقول هاد الهضره؟ باغي تصيفطني للحبس؟ قال لي اسمع محدك كدير خدمتك كيف ما كنقول لك ما كاين اللي غيأذيك ولا يقرب لك. صراحه طمعت بديك الساعه حيت كنت زيرو درهم. هو يقول دابا سير ترتاح ملي غتكون السلعه موجوده غادي نتصل بك تجي وديك الطوموبيل اللي جيتي فيها راه ولات ديالك منا الفوق. قلت ليه كيف درتي لي هذيك الطوموبيل كامله ولات ديالي؟ دابا انا ولات عندي مرسيدس جي كلاس. قال لي وداخل ديالها غادي تلقى السوارت ديالها وغادي تلقى واحد الجوا فيه شي حاجه ديال الفلوس والسوارت ديال دارك الجديده وراه كاينه تما العنوان حتى هو ودوك الشهوره ديال الكرا اللي كان مول الدار اللي كنتي كاري عنده راه خالصين. تصدمت قلت ليه كيفاش حتى عرفتي هادشي كامل عليا؟ قال لي اسمع حنا كنعرفوا كل شيء حتى حاجه ما كتخفى علينا يلا سير دابا ترتاح. صافي خرجت من البيرو وانا مصدوم من هادشي كله اللي كيوقع. فتحت الباب ديال الطوموبيل دخلت لقيت داك الجوال اللي قال لي داك خونا فيه الفلوس والسوارت والعنوان ديال الدار.
ملي ديماريت الطوموبيل حسيت بواحد الإحساس عمري حسيت به في حياتي. هاد الإحساس مجموع فيه الفرحة والخلعة في نفس الوقت. وليت قلت مع راسي خوي راسك من التفكير اللي ما عنده حتى أساس وعيش اللحظة. صافي بقيت غادي سايق ومخدم الجي بي اس باش نمشي للدار الجديدة. بقيت غادي سايق وانا مستمتع بالسوقه ديال مرسيدس جي كلاس. بقيت في الطريق تقريبا نص ساعه عاد وصلت لذاك العنوان اللي عطاني خونا. ملي وصلت كنت فاجئ باللي داك العنوان راه ماشي ديال دار، راه ديال فيلا. بقيت مصدوم وجمدت في بلاصتي كنقول مع راسي واقيلا كنحلم. شويه غادي تضربني الفيقه وما غيبقى والو. وبقيت كنضرب بوجهي بيديا باش نفيق. ديك الساعه تاكدت باللي انا ما كنحلمش، راه هادشي بصح. وصافي نزلت من الطوموبيل من بعد ما حبستها قدام الفيلا وفتحت الباب وبقيت داخل وكنشوف الفيلا كبيره بزاف وكاينه البيسين حداها. بقيت غير ساهي حيت الفيلا واعره بزاف، ما قدرتش نسيطر على راسي من قوه الفرحه. صافي بقيت غادي وفتحت الباب ودخلت. كنلقى الفيلا فيها كل شيء، الفراش، اي حاجه كيتخيلها الواحد كاينه. صافي مشيت خديت دوش. ملي ساليت مشيت للماريو نشوف شنو كاين. كنلقاه عامر بالحوايج جداد ديال جميع الاشكال والانواع وديال الكوستيمات غير الكلاس. صافي خديت حوايج ديال النعاس لبستهم، درت تليفوني تشارجا حيت كان قريب يطفى، وهبطت لتحت الكوزينه حيت الفيلا فيها جوج طبقات. لتحت كاينه الكوزينه ومكتب وصالون كبير، والفوق كاينه 4 ديال البيوته. صافي مشيت للكوزينه نقلب على شي حاجه د الماكله حيت كان فيا الجوع بزاف. مشيت للثلاجه كنفتحها كنلقاها عامره بالماكله. صافي كليت مزيان حتى شبعت. وصلت لبيتي باش نعس حيت كنت مهلوك ديال بصح، وحيت كان مشى الحال. كانت الوحدة ونص ديال الليل ديك الساعه. طحت كوما حتى كنسمع التليفون كيصوني. كنطل في الساعه كنلقى 12 ديال النهار. خديت التليفون وقلت الو شكون معايا، وهو يجاوبني قال لي حنا اللي جينا ليك البارح، الساعه ديال المكانه تكون هنا، الشاف بغاك واجا لابس شي كوستيم من دوك اللي عندك تما في الماريو. قلت ليه واخا كون هاني. صافي نط غسلت وجهي وسناني، هبطت الكوزينه، خدمت الماكينه ديال القهوه الطيب وقليت البيض، فطرت بالزربه وطلعت البيت، لبست كوستيم وهزيت كونتاكت ديال الطوموبيل وخرجت. صافي ركبت في الطوموبيل ومشيت بالزربه باش ما نتعطلش.